الكهرباء بتاعتك الشهر ده ما تفتحهاش وانت قاعد لوحدك، بجد خلي حد يقعد جنبك، يمكن تحتاج حضن او حد يفوقك. هقول لك من الاخر، في ناس قالت ما تقلقوش الزياده على كبار المستهلكين بس، وناس تانية قالت لا يا حبيبي اغلب البيوت هتحس بيها. الاتنين بيتكلموا عن نفس القرار لكن كانهم بيتكلموا عن قرارين مختلفين. مين فيهم بقى بيقول الحقيقه؟ استنى للاخر لان الارقام نفسها هي اللي هتجاوب، وفي رقم تحديدا هيقلب كل اللي انت كنت فاهمه. فاكرين لما كانوا بيقولوا ان الزياده هتبقى على الشرائح العليا بس؟ تمام. جاء بقى يوم الجمعه واعلنوا رسميا رفع اسعار الكهرباء بنسبه 12%. الناس فتحت الفواتير وكل واحد بقى يحاول يفهم هو انا من اللي اتاثروا ولا من اللي اتقال عليهم مش هتزيد عليهم حاجه. بس قبل ما نكمل افتكر معايا حاجه، ان دي مش اول زياده، دي تاني وتالت زياده في نفس السنه، وده مجرد اول فصل في الحكايه. خلينا نرجع خطوه لورا. الوزاره قالت انها ما زالت بتدعم الكهرباء بحوالي 100 مليار جنيه سنويا، وقالت ان الشريحه الاولى لحد الشريحه السادسه هتفضل مدعومه، وان التركيز هيكون على اعلى شريحه استهلاك. اول ما تسمع الكلام ده هتقول تمام احنا كده في امان، بس لما تبص على جدول الاسعار تكتشف ان الصوره مختلفه شويه. الشريحه الاولى فعلا فضلت 68 قرش، لكن الثانيه زادت من 78 ل 87 قرش، والثالثه وصلت لجنيه كامل بعد ما كانت 95 قرش. ودي بالمناسبه الشرايح اللي بيوصل لها عدد كبير جدا من البيوت العاديه في الصيف. احنا بنتكلم عن بيت عادي فيه تكييف وثلاجه ومروحتين، مش قصر ولا فيلا يعني. لما تكمل الجدول هتلاقي الرابعه والخامسه والسادسه كلهم زادوا هم كمان. يعني فكره ان الزياده على كبار المستهلكين بس مش بالشكل اللي الناس فهمته، وده يفسر ليه ناس كتيره اتفاجئت اول ما الاسعار الجديده نزلت. طيب السؤال هنا، الناس زعلانه ليه؟ الاجابه بسيطه جدا، لان الزياده ما كانتش في اي وقت، جت في شهر 8 يعني في عز الحر، في الوقت اللي كل بيت تقريبا مش قادر يستغنى عن التكييف، حتى لو كان بيشغلوا ساعه ولا 2 في اليوم. يعني السعر زاد في نفس اللحظه اللي الاستهلاك فيها بيكون عالي جدا، وده سبب اعتراض ناس كتيره. دي حتى عميده سابقه لكليه اقتصاد قالت ان توقيت القرار كان ممكن يبقى افضل، وان تاجيله لحد الشتاء كان هيخفف الضغط على الناس. لكن خلونا ناخد بريك صغير. انت دلوقتي بتدفع زياده في الكهرباء وزياده في البنزين وزياده في الاكل وزياده في كل حاجه تقريبا. الحاجه الوحيده اللي لسه ببلاش هي اللايك، ولو لسه ما عملتش لايك واشتراك اعملهم دلوقتي، واخر حاجتين ببلاش. المهم بعد القرار ردود الفعل بدات تظهر. عضو في مجلس الشيوخ طلب بمراجعه القرار وقال ان القرار ده هيزود حاله عدم الثقه بين المواطن والحكومه، ونائب تاني قال ان الغضب اللي حصل مفهوم لان ناس كتيره حست ان العبء وقع عليها هي. وساعتها سالت نفسي سؤال، مين هي الطبقه المتوسطه اللي كل الناس بتتكلم عنها؟ ببساطه هي البيت اللي فيه اب وام وولدين، مش اغنياء ومش فقراء، بيت طبيعي جدا، لكن في الصيف لازم يشغل تكييف ويشغل ثلاجه وغساله ومروحه. وده بالظبط النوع من البيوت اللي حس بالزياده. ولما تبعد شويه عن الجداول والارقام وتبص جوه البيوت هتكتشف ان كل بيت بقى عنده وزير كهرباء خاص بيه. تلاقي اب ماشي يطفي اي لمبه منوره، تدخل الحمام تخرج تلاقي النور اتقفل قبل ما حتى تقفل الباب اصلا. وفي ام اول ما تشوف حد ظبط التكييف على 22 تقول له خليه 26 احنا بنبرد نفسنا مش بنجمد الفراخ. والعيال يردوا يا ماما احنا حرانين، تقول لهم اتحروا براحتكم بس فاتوره الكهرباء مش هتترحم علينا. وفجاه كل بيت بقى عنده نفس الخناقه اليوميه، يا جماعه مين اللي ساب التكييف شغال؟ وكل واحد يرد ويقول مش انا. تقوم الام وتقول امال ايه هو اشتغل لوحده يعني؟ وتبدا من هنا اداره التحقيقات في البيت تاخد وضعها. بس الموضوع ما وقفش عند كده، لان المصريين عندهم موهبه غريبه، اي ازمه لازم تتحول لافيه. وفعلا السوشيال ميديا ولعت فمثلا يعني واحد كتب فاتوره الكهرباء بقت قسط لوحدها، واحد تاني منزل صوره العداد وكاتب الراجل ده بيلف اسرع من مروحه السقف، وفي ناس بقت بتحسب الفاتوره قبل ما تيجي اصلا. والاجمل بقى ان كل بيت اخترع طريقه خاصه بيه للترشيد. في بيت عملوا جروب واتس وسموه ترشيد الكهرباء، كل يوم نفس الرساله، مين اللي سايب الشاحن في الفيشه. والغريبه ان كل افراد الاسره بيحلفوا والله احنا ما عملناش حاجه. وفي بيوت تانية بقى العداد عندهم اهم حاجه، اول ما حد يدخل البيت يبص على العداد قبل حتى ما يبص على الموبايل كانه مستني يشوف الاخبار. والخناقات بقت ليها موضوع واحد، مين اللي ساب التكييف شغال. والحقيقه الناس مش بتعمل كل ده عشان بتحب الترشيد، الناس بتعمل كده لانها خايفه من الفاتوره الجايه. وده فرق كبير لما واحد يوفر لانه مقتنع غير لما يوفر لانه مضطر. وفي وسط الحر اللي احنا فيه ده بقينا قدام اختيارين ملهمش تاني،
يا اما تستحمل الحر يا اما تستحمل الفاتوره، والاتنين اصعب من بعض. بس السؤال الحقيقي هو احنا لوحدنا اللي حسينا بكده؟ الاجابه لا. الموضوع كان اكبر بكتير من بيت واحد او اتنين او حتى 100. اول يوم بعد اعلان الزياده السوشيال ميديا كانت مليانه شكاوي وصور للفواتير، يعني اللي اتأثر ما كانش واحد ولا اتنين، دي كانت حكاية بيوت كتيرة جدا. يعني مهما اختلفت المحافظات كان في حاجة واحدة مشتركة بين ناس كتيرة، كل واحد فاتح الفاتورة وباصص فيها مرتين، يمكن يكون الرقم اللي مكتوب فيه حاجة غلط. لكن في وسط كل الضحك ده كان في سؤال محدش جاوب عليه، احنا وصلنا لهنا ازاي؟ الحكاية ما بدأتش السنة دي ولا حتى السنة اللي فاتت، دي راجعة لسنين مع بداية برنامج رفع دعم الكهرباء اللي بدأ من 2014. وقتها كان الكلام الدعم هيتشال تدريجيا وان الملف كله هيخلص خلال كام سنة. بعدها قالوا لا هنأجل لانه لسه ما انتهاش، وبعدها تأجل مرة تانية، وبعدها تأجل للمرة الثالثة، واحنا دلوقتي في 2026. ورغم ان الميعاد الانتهاء بيتأجل كل مرة، الزيادة نفسها كانت مكملة. عشان كده ناس كتيرة بقت تسأل هو التدريج ده هيخلص امتى؟ ولا كل ما يتأجل هنصحى على زيادة جديدة؟ وفي وسط الكلام ده كله في نقطة ناس كتيرة عدت عليها بسرعة. الدولة بتقول انها لسه بتدعم الكهرباء، وده صحيح، لكن قيمة الدعم نفسها بتقل سنة بعد سنة، وده معناها ان الفرق اللي كانت الدولة بتشيله بيتحول واحدة واحدة للمواطن. يعني حتى لو الدعم لسه موجود الفاتورة برضو ممكن تزيد، ودي نقطة ناس كتيرة كانت فاهماها غلط. والموضوع ما وقفش عند الكهرباء بس، لان اي تكلفة بتزيد على المصانع او الري او المرافق في العموم في الاخر جزء منها بيصب على اسعار حاجات تانية احنا بنشتريها كل يوم. فالناس ما بقتش شايفة فاتورة الكهرباء بس، الناس بقت شايفة سلسلة زيادات ورا بعض. وعشان كده كل مرة بيحصل فيها قرار جديد الجدل بيرجع من الأول، ونرجع نسمع نفس السؤال احنا رايحين على فين؟ لكن وسط كل ده كان في سؤال مهم، هل القرار ده كان ممكن يتاخد بطريقة تخلي ردة الفعل أقل؟ في خبراء قالوا أيوه، وقالوا إن المشكلة مش في القرار نفسه، المشكلة كمان في توقيته، لأن شهر 8 أصلا أكتر شهر الناس بتستهلك فيه كهرباء، ولو كان العمل بالقرار ده اتأجل كام شهر كان الضغط على البيوت هيكون أخف. وبرضه كان في متخصصين اتكلموا عن نقطة تانية، ان الزيادات المتكررة حتى لو كانت مبررة اقتصاديا بتخلي الناس تعيش في حالة قلق مستمر، كل شوية مستنيين قرار جديد، كل شوية مستنيين رقم جديد، ومستنيين مفاجأة جديدة، وده في حد ذاته حمل. خليني اسألك سؤال، لو انا قلت لك النهاردة ان فاتورتك الشهر الجاي هتزيد 20 جنيه يمكن ما تتضايقش، لكن لو كل شهر قلت لك استنى يمكن تزيد هتفضل طول الوقت قلقان. وده تقريبا الاحساس اللي ناس كتيره بقت عايشاه. وفي الاخر الموضوع عمره ما كان عن كام جنيه زادوا، الموضوع ان الناس بتحب تفهم، لو في زياده قول لي ليه، ولو في خطه اشرحها لي، ولو في هدف وريني امتى هنوصل له. لان اصعب حاجه على اي حد انه يفضل كل شويه يسمع نفس الجمله استحمله شويه من غير ما يعرف الشويه دول قد ايه. وخليني اقول لك الحاجه اللي انا شايفاها انها اهم من كل الارقام اللي فاتت، الحكومه بتقول انها لسه بتدعم الكهرباء وده صحيح، وفي نفس الوقت الناس بتقول ان الفواتير بقت تقيله وده برضو صحيح. يبقى فين المشكله؟ المشكله ان كل طرف بيتكلم عن حته مختلفه من الصوره. الحكومه بتتكلم عن تكلفه الانتاج والمواطن بيتكلم عن اخر الشهر. الحكومه بتبص على الموازنه والمواطن بيبص على اللي فاضل له في المحفظه. وعشان كده كل ما قرار جديد يطلع يبدا الجدل من الاول. الحكومه بتقول ما هو الدعم لازم يترفع، والناس بتقول احنا مش مستحملين. والحقيقه ان الاتنين بيتكلموا من زاويتين مختلفين، بس اللي كان ناقص في كل ده ان حد يشرح. الناس مش بتكره الحقيقه، الناس بتكره انها تتفاجئ. لما تصحى الصبح تلاقي فاتورتك زادت من غير ما تكون فاهم ليه، طبيعي تحس انك متضايق، لكن لو الصوره كلها كانت واضحه من الاول يمكن ردة الفعل كانت هتبقى مختلفه. وفي النهايه لو الزياده ضروريه كلنا انها ضروريه، بس قلنا الحكايه كلها مش اول سطر منها بس، لان اي قرار اقتصادي مهما كان شكله على الورق في الاخر بيترجم لحاجه واحده، فاتوره على ترابيزه بيت، واب بيحسب وام بتوفر، وطفل بيسال هو احنا ليه مطفيين التكييف. وده يمكن ابسط تعريف لاي قرار اقتصادي، انه في الاخر بيوصل لبيت مش لورقه. ولو وصلت لحد هنا اكتب لي في الكومنتات ايه هو اكتر جهاز بقيت بتبص له وتقول له انت مش هتشتغل النهارده. وعايزه اعرف مين فينا بقى عايش في وضع افصل اي حاجه وخلاص. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، واستنى الفيديو الجاي لان واضح ان الفواتير مش ناويه تسيبنا في حالنا.